حبايبنا ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم بقى عن حصه رقم 4 عن الابسوليوت فاليو فانكشن. ماشي. طيب، في الابسوليوت فاليو فانكشن هي عباره عن ايه؟ تخيل كده لما انا بقول لك انا عايز الابسوليوت مثلا نيجاتيف 2، فهتروح تقول لي الابسوليوت نيجاتيف 2 هتقول ان هي مثلا ب 2. لو قلت لك انا عايز الابسوليوت فاليو او القيمه اللي هي الابسوليوت للنيجاتيف 3 مثلا، هتروح تقول ان هي ب 3. الفكرة هنا مجرد إن أنا بشوف القيمة وبشيل منها النيجاتيف، فحتى لو دي ممكن أقول إن هي absolute negative 3 بتساوي absolute 3. صح كده؟ طيب، فالفكرة هنا إن الابسوليوت فاليو فانكشن أو اللي هي المودولس فانكشن اللي هي الابسوليوت إكس دي عبارة عن حاجتين. يعني هي عبارة عن فترتين. ماشي. تعالى كده نبص على رسمة الواي ايكوال اكس. هتلاقي إن هي زي إيه؟ زي خط كده بالمنظر ده، وهتلاقي إن أنا رسمت ستريت لاين معدي بالأوريجين. حلو أوي. طيب، مش انا قايل لك هنا ان انت عندك النيجاتيف بيروح يبقى بوزيتيف؟ طيب، النيجاتيف برضه هنا بيروح يبقى بوزيتيف. ماشي. يبقى انا لو بقول لك ابسوليوت للاكس دي، انا خليت كل الاكس دي اي قيمه نيجاتيف تبقى بوزيتيف. يعني انت هتلاقي ان اي قيمه عن نيجاتيف اكس هنا، خلاص، فليكن لو انا دخلت هنا نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4، القيمه اللي على الواي مش هتطلع نيجاتيف، تطلع بوزيتيف. اهو، مش احنا قايلين مثلا ابسوليوت نيجاتيف 2 بيطلع ب 2؟ يعني انا هنا دخلت نيجاتيف 2 عند النيجاتيف اكس، مش هيطلع لي نيجاتيف واي، لا هيطلع لي بوزيتيف واي. فهتلاقي يبدا كده من عند الزيرو ويعمل خط كده، وهتلاقي دي اتشالت بالمنظر ده. فهتلاقي ان دي رسمه الابسولوت اكس اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده لما قلت لك ان انت في شويه رسومات المفروض تعرفهم او تحفظهم. كانت رسمه الابسولوت اكس اللي هي رسمه السبعه دي منهم. تمام كده. طيب، فاحنا نقدر نقسمها بقى لزي بيس وايز فانكشن. يعني ايه بيس وايز؟ بيس وايز مجرد ان انت فانكشن هي داله بس ليها اكتر من قاعده. يعني ايه؟ يعني مثلا انا بقول لك الابسوليوت اكس دي هي اكس ونيجاتيف اكس. طيب، ازاي اكس ونيجاتيف اكس؟ هنا بقول لك ان الحته دي ليها قاعده مخصصه ليها لما تكون الاكس اكبر من الزيرو. ليه؟ انت هنا في الرسمه دي انت ستريت لاين عادي من عند الزيرو لحد ايه؟ لحد البوزيتيف عادي، لحد الانفينيتي عادي، يبقى من اكس اكبر من الزيرو، وكمان ممكن تقول ان هو بيساوي الزيرو. ماشي. طيب، والجزء النيجاتيف ده اللي هو عند النيجاتيف اكس انت عملت له ايه؟ ضربته في نيجاتيف. ليه؟ لان انا لما ضربت الاكس في نيجاتيف تطلع لفوق. لما اضرب الفانكشن في نيجاتيف اكني ايه؟ عكستها، فاكنها الحته دي كده طلعت لفوق، فبقت بالمنظر ده، بقت نيجاتيف اكس لما الاكس اصغر من الزيرو. ساعات في كتب بتكتبه ازاي؟ تكتبها ابسوليوت اكس، بتبقى ايه؟ تبقى كده اكس وزيرو ونيجاتيف اكس، وهنا عند الاكس اكبر من الزيرو، وهنا عند الاكس بزيرو، وهنا عند الاكس اصغر من الزيرو. خلاص كده. بس فهنا الفكره كلها في الابسوليوت فاليو ان هي على طول بوزيتيف. ماشي. هتلاقي الدومين بتاعها من نيجاتيف انفينيتي، هتلاقي ان هو بادئ من هنا كده من عند النيجاتيف انفينيتي لحد الانفينيتي. خلاص. فممكن نقول الدومين عباره عن ايه؟ عباره عن الار كلها. ماشي اهو، عباره عن الار كلها. تمام. طيب، هتلاقي ايه اللي هي يعتبر هنا من نيجاتيف انفينيتي لحد انفينيتي. تمام كده. طيب، بالنسبه بقى للرينج، الرينج زي ما قلنا قبل كده ان هو الصور بتاعت الواي. فهتلاقي الصور بتاعت الواي من اول ايه؟ من اول الزيرو هنا، من هو اقل نقطه اللي هو بادئ فيها لحد انفينيتي. فهتلاقي ان الرينج كده معاك من فين لفين؟ من الزيرو لحد الانفينيتي. خلاص. الزيرو معاك، الزيرو معايا يبقى كلوزد. الانفينيتي معاك كده، الانفينيتي على طول اوبن. ماشي. فممكن نقول ان دي عباره عن الار بوزيتيف اصلا. خلاص، اللي هو الجزء ايه؟ الجزء من اول زيرو لحد الانفينيتي. ماشي. طيب، فخلينا بقى ناخد امثله على الكلام ده. احنا كده عرفنا الابسوليوت فاليو فانكشن عامله ازاي، عرفنا رسمتها، عرفنا ان هي يعتبر بيس وايز فانكشن. البيس وايز فانكشن هي مجرد ان انت بتعملها زي كذا انترفال. يعني مثلا خلينا نتكلم بس ببساطه عن البيس وايز عشان برضو تبقى معايا. البيس وايز فكرتها ان هي جايه من كذا جزء، يعني كذا قطعه، كذا بيس. ماشي. فهتلاقي هنا ايه؟ ممكن نقول لك ان هي اكس ماينس 3 لما الاكس مثلا اكبر من ال2. خلاص. ممكن اقول لك عند الاكس ب2 هي كانت ب2 او كانت مثلا ب4. خلاص. طيب، ممكن اقول لك بعد كده ايه؟ او خلينا في كلام بسيط. خليها مثلا اكس ماينس 3 عند الاكس اكبر من او بتساوي 2. وخليها مثلا ايه؟ 3 ماينس اكس عند الاكس اصغر من ال2.
فهتيجي عادي خالص ترسمها عادي خالص، هتعمل كده خط اهو. هتقول هي اكبر من او بتساوي 2 كانت اكس ماينس 3، وكانت 3 ماينس اكس لما اكس اصغر من 2. فهنا دي مجرد ايه، رسمة خط مستقيم عادي. فانت هتقول هنا ان مثلا واي ايكوال اكس ماينس 3، هتحط عند الاكس بزيرو يطلع الواي بنيجاتيف 3، بعد كده عند الواي بزيرو هتلاقي الاكس ب 3، يبقى هي قطع فين؟ هتلاقي ان هي قطع هنا في النيجاتيف 3 وال 3، عند الواي بنيجاتيف 3 هنا او تحت، وعند الاكس ب 3 اهو. خلاص كده ماشي. فهتلاقي ان هي رسمه عامله كده. جميل. بس انا قلت لك هنا ايه؟ قلت لك ان هي اكبر من او بتساوي 2 في الحته دي بس. يبقى هاجي من عند اول الاثنين كده، من عند اول الاثنين هنا خلاص، وهبتدي ان انا امسح الحته دي. فهنا بعد كده هاجي بقى عند الاكس اصغر من ال 2، هي 3 ماينس اكس اللي هي هنا تعتبر ايه؟ خلي بالك انت كان ممكن هنا على طول تقولها ايه؟ ان هي دي رسمه على طول عامله كده ستريت لاين، بس هي الفكره ان هي في النيجاتيف 3، ده الفري تيرم يعني ده اللي عند الواي هنا، يبقى في النيجاتيف 3 هنا وقطع كده. كان ممكن تقولها كده على طول وتقول دي عباره عن نيجاتيف اكس بلس 3 اللي هو الشكل ده. فهي دي نيجاتيف اكس، فهتبقى عامله كده عند النيجاتيف اكس اهي بالمنظر ده، بس هي قطع في البوزيتيف 3 فهتلاقيها عامله كده. فهتلاقي ان ملخص الرسمه دي هتلاقي حاجه بالمنظر ده كده وحاجه بالمنظر ده كده بس. لكن انا الجزء ده مش عايزه. حتى هو قال لك ايه؟ قال لك اكس اصغر من 2، فهلاقي ان انا هنا ايه، عند قبل الاثنين انا كده بالمنظر ده بقيت فوق كده بس. فحتى دي إيه، عشان بس ما نلخبطش، عشان المثال ده يبقى واضح برضو اكتر، هي دي عباره عن اصلا ابسوليوت اكس او ابسوليوت فاليو فانكشن اللي هي ايه، اللي هي ابسوليوت اكس ماينس 3 بالمنظر ده كده ماشي. الحدود دي مجرد بس ايه، كحاجه كمثال يعني كقواعد وكده. طيب فهتلاقي ابسوليوت اكس ماينس 3 دي عباره عن ايه؟ عباره عن ابسوليوت اكس عادي خالص. طيب الابسوليوت اكس دي انت عملت فيها ايه؟ انا عملت لها شيفت. طيب الشيفت ده جوه الفانكشن او جواها مش براها؟ طيب جواها بالنيجاتيف يبقى ناحيه اليمين، يبقى انا هاجي هنا عند التلاته ونعملها تاني بس. يبقى دي كده الفانكشن الجديده. فاهم الفكره هنا؟ فده برضه كملخص للبيس وايز احنا مش هنحتاجه غير ان انت ايه، تعرف ان هي حاجه ليها اكتر من قاعده وكذا، ممكن تقدر ترسمها انت كده كده هتقدر ترسم كله، فهتعرف تتعامل عادي ماشي. طيب تعالى بقى ناخد كام مثال كده على الابسوليوت فاليو. المثال الاولاني لو انا بقول لك ابسوليوت اكس ماينس 4، طيب حاجه زي كده انت هتروح تقول لي ايه؟ هتروح تقول لي ان هي متقسمه لحاجتين، معاك الاكس ماينس 4 والنيجاتيف اكس ماينس 4 ماشي. فانت كنت بتقول لي لو هي ابسوليوت اكس عباره عن ايه؟ عباره عن اكس ونيجاتيف اكس المنظر ده. هنا لما اكس اكبر من الزيرو او بتساويه، وهنا لما اكس اصغر من الزيرو. طيب ايه الفرق بين الشكل ده والشكل ده؟ انت هنا الزيرو بتاعك هو الاكس. يعني ايه الزيرو بتاعي؟ يعني الفانكشن دي بتساوي زيرو امتى؟ هنقول اكس ماينس 4 هنا على جنب ايكوال زيرو، يعني كده الاكس بتيكوال 4. خلاص. يبقى انا هنا المشكله عندي فين؟ عند الاربعه. يبقى انا هقول هنا لما اكس اكبر من او بتساوي الاربعه، وهنا لما اكس اصغر من السالب 4 او من الاربعه كده. خلاص. اكس اصغر من الاربعه، وهنا تحط ايه؟ نيجاتيف ماشي كده. فبس فانت ممكن دي تكتبها ازاي برضو بسرعه؟ تكتبها 4 ماينس اكس. تمام. طيب برضو لو عايز ترسمها احنا ممكن نرسمها. تيجي عادي تعملها كده خط كده ابسوليوت، وهنا الابسوليوت الاساسيه. تمام. انت عملت لها ايه؟ الرسمه بتاعتك اهي او الشكل بتاعك الاساسي اهو، هي ابسوليوت اكس بس انت عملت لها ماينس 4. ماينس 4 جوه الفانكشن، يبقى تتخذها يمين 4، يبقى عند الاربعه هنا وتعمل الرسمه الجديده بس. تمام كده. طيب تعالى المثال اللي بعده. لو انا هنا قلت لك ابسوليوت 2 او ابسوليوت خليها 4 ماينس اكس سكوير ماشي. طيب ابسوليوت 4 ماينس اكس سكوير، واحده واحده وامشي معايا. رسمه الاكس سكوير عامله ازاي؟ عامله كده اهي بالمنظر ده ماشي. رحت عملت لها نيجاتيف، فخلاص فانت قلبتها بقت كده بالمنظر ده صح كده. طيب بعد كده عملت لها بلس 4، يعني انت عملت ايه؟ انت زودتها 4 درجات، يعني انت عليتها لفوق. خلاص. طيب انا خلي بالك انا هنا بتكلم على الايه، على الفانكشن دي بس. يعني هنا بص هتلاقي دي الاكس سكوير حلو، هتلاقي دي النيجاتيف اكس سكوير. جميل. طيب لو انا زودت عليها 4 تطلع لفوق. تطلع لفوق ليه؟ لان الاربعه دي مش جوه الفانكشن، دي براها. يعني دي كده الفانكشن بتاعتي، الاربعه دي براها خلي بالك. فهتلاقي الرسمه بتعامله ازاي عند الاربعه ونازله كده.
حلو، يبقى الرسمه بتاعتي فين؟ بدأ من عند الاربعه كده ونزل المنظر ده. حلو، يبقى لحد هنا انا عرفت ارسم دي بالمنظر ده كده اهو، يبقى من عند الاربعه نازله كده. طيب انت عملت لها ابسوليوت، المعلومه هنا اللي انا عايزك تعرفها ان الابسوليوت بيشيل النيجاتيف. طيب يبقى الاجزاء دي تشال كده تطلع كده، الاجزاء دي تشال كده تطلع كده. فاهم الفكره هنا؟ بس فهنا انا ممكن دي ببساطه شديده احللها بالرسمه بس. انا خلاص انا كده جبتها، عارف انا عملت ايه؟ انا كده بقول لك ان من النقطه دي لحد الحته دي الفانكشن اصلا بوزيتيف عشان هي كده كده فوق. بعد الحته دي، بعد النقطه دي وبعد وقبل النقطه دي كده خلاص. طب تعالى نجيب النقط دول اسهل لنا، هنقول 4 ماينس اكس سكوير ايكوال 0. يبقى ال 4 ايكوال اكس سكوير، يبقى الاكس ايكوال ايه؟ بوزيتيف ونيجاتيف 2. فهتلاقي دي عند النيجاتيف 2 وهتلاقي دي عند البوزيتيف 2. فاصبح معاك قبل النيجاتيف 2 وبعد ال 2. يعني انا هقول كده ايه؟ انا كده ممكن اقولها لحاجتين. ممكن اقول كده ان اكس ما بين النيجاتيف 2 وموجوده وال2 وموجوده كانت بوزيتيف، اللي هي كانت ايه؟ يعني تعالى نكتبها هنا، تعالى بقى نشيل ده. فانت هنا لو حللتها ببساطه شديده هتقول ايه؟ هتقول ان هي كانت كده فانكشن كده معاك 4 ماينس اكس سكوير واكس سكوير ماينس 4. طيب لما كانت 4 ماينس اكس سكوير هي كده كده بوزيتيف، انا هنا عملت ايه؟ ضربتها في نيجاتيف، فلما ضربتها في نيجاتيف عكست الاكس سكوير نزلت عادي والفور نزلت بالايه؟ بالنيجاتيف، عكست دول عشان كده ضربتها في نيجاتيف. طيب فهي كانت ببوزيتيف في الاصل ما بين النيجاتيف 2 وال2. خلاص تعالى هنا اهو الاكس ما بين النيجاتيف 2 وال2. طيب وبعد كده الفترة دي انهي واحدة؟ الفترة اللي ايه؟ اللي مش فيها الجزء ده. يعني هنقول ايه؟ هنقول كده ار، الار كلها ماينس ايه؟ ماينس النيجاتيف 2 وال2 بس. ودي كده كده كانت كلوزد، فانت تعمل دي كلوزد، خلي بالك. ماشي. او ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول لما الاكس تبقى اكبر من ال2 ولما الاكس تبقى اصغر من نيجاتيف 2. تاني راجع معايا، الاكس اكبر من 2 اهي الحته دي اكبر من الاثنين، الاكس اصغر من نيجاتيف 2 الحته دي اهي اصغر من نيجاتيف 2. ماشي. طيب هل في طريقه تانية غير الرسم؟ اه في طريقه تانية، هي برضو يعتبر نفس ايه الفكره. هتروح تفك دي فرق ما بين مربعين، فتعالى كده نفكها. هتقول ان هي بقت ايه؟ بقت 2 ماينس اكس معموله كده بالمنظر ده مضروبه في 2 بلس اكس. طيب مش انا قلت لك، وهي دي لسه هناخدها من القواعد، مش انا قلت لك ان الابسوليوت ده على طول بوزيتيف؟ يعني على طول اكبر من الزيرو او بيساويه. خلاص يبقى هو على طول اكبر من الزيرو او بيساويه. فهتيجي هنا بقى هتشوف الزيروهات بتاعتك اللي هي الايه؟ انت هنا معاك الاتنين والسالب اتنين بالمنظر ده. خلاص فهتعمل خط كده وتيجي هنا تعمل نيجاتيف 2 تعمل عليها دايره وهنا 2 عليها دايره او تكتبهم عادي مش فارقه. طيب وبعدين هتعوض برقم قبل السالب 2، سالب 3 مثلا، يبقى 2 ناقص سالب 3 يبقى بوزيتيف، وهنا 2 ناقص 3 يبقى نيجاتيف. طيب يبقى هنا هتيجي تحط نيجاتيف. طيب بعد كده عوض هنا بالزيرو على طول، يبقى 2 ماينس 0 وهنا 2 بلس 0 يبقى 4 يبقى بوزيتيف. هتيجي تعوض بالتلاتة هنا يبقى 2 ناقص 3 سالب 1 وهنا 5 يبقى سالب ايه؟ 5. فاصبح معاك برضو ان الفتره دي اللي هي ما بين السالب 2 والاتنين اللي هي الفتره دي انا ما لعبتش في الفانكشن خالص، نزلتها زي ما هي بالبوزيتيف بتاعها، لكن قبل النيجاتيف 2 وبعد ال 2 كنت فين؟ كنت في النيجاتيف، فاضطريت ان انا اضربها في نيجاتيف بس. فعندك حل الرسمه او عندك الحل الايه؟ العادي. ماشي كده؟ طيب تعالى بعد كده بقى لشويه ايه خواص نتكلم عليهم. اول واحده بيقول لك ان الابسوليوت اكس اكبر من او بيساوي الزيرو. هي الفكرة هنا هقول لك إن دي جت منين؟ ممكن أقول لك جت من رسمة، جت من أصلا لو أنت جيت على الآلة وحطيت أبسوليوت لرقم مثلا نيجاتيف 2 يطلع ب 2، نيجاتيف 3 يطلع ب 3، نيجاتيف 9 يطلع ب 9 عادي. ماشي. فأنت هنا لو جيت عادي من الرسمة حتى هتلاقيها هي بالمنظر ده. فأنت كده كده أي قيمة طالعة لك حتى الرينج بتاعها، الرينج اللي هو إيه؟ اللي هو بيطلع من الفانكشن، يعني الحاجة الناتج من الفانكشن دي تطلع بالبوزيتيف على طول. خلاص كده؟ طيب تعالى بعد كده تاني واحدة هنعمل كده. هتقول ايه؟ هتقول ان ابسوليوت اكس واي بيكوال ايه؟ ابسوليوت اكس ابسوليوت واي.
فهنا هو بيفهمك ان انت ممكن لو حاجتين مضروبين في بعض جوه الابسوليوت انت ممكن تفكهم عادي، تفكهم للابسوليوت الاولانيه في ابسوليوت التانيه عادي خالص. يعني مثلا لو قلت لك ابسوليوت 10 هتقول ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي ابسوليوت 2 في ابسوليوت مثلا ال 5 عادي خالص. خلاص عشان العشرة مثلا 2 في 5. طيب لو انا قلت لك كده مثلا ابسوليوت نيجاتيف اكس، فهتقول لي هنا ان دي كده عباره عن ايه؟ عباره عن ابسوليوت لنيجاتيف 1 مضروب في ابسوليوت الاكس، وابسوليوت الرقم النيجاتيف بيطلع ببوزيتيف بيطلع ب1، يبقى دي ابسوليوت اكس على طول. فعشان كده تستنتج من هنا ان ابسوليوت نيجاتيف اكس بيساوي الاكس. تمام كده. ومن هنا تعرف ان هي برضو ايفن فانكشن. وعايز اقول لك على حاجه، الايفن فانكشن احنا قلنا ايه؟ قلنا ان ده محور التماثل. يعني قلنا لما انت ترسمها كده بالمنظر ده انت بتقول ان اف اوف نيجاتيف اكس بيساوي اف اوف اكس. فهنا دي انت اصلا لما خدت ابسوليوت انت خليت النيجاتيف هو البوزيتيف. وحتى هنا الايفن فانكشن معروف ان هي ايه؟ الواي اكسس ده هو المرايه، يعني ده هو المرايه كده، فهتلاقي دي عكسها الناحيه التانيه مقلوب بالمنظر ده. ماشي. بس كده. معاك مثلا ايه تاني؟ خلينا نشوف المثال اللي بعده او الحاجه اللي بعدها. بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا ان ابسوليوت اكس بلس واي بتكون اصغر من او يساوي ابسوليوت اكس بلس ابسوليوت واي. وخلي بالك دي قريبه قوي من قاعده المثلث هنتكلم عليها في التريك. ان انت معاك الضلعين بتوع المثلث مجموعهم لازم يبقى اكبر من التالت. خلاص. او فليكن دول ضلعين مجموعهم بيبقى اكبر من ايه؟ من التالت. طيب هي القاعده دي امتى تبقى الاكس بلس واي اصغر من البلس اكس او الابسوليوت اكس والبلس ابسوليوت واي، وامتى تبقى بتساويهم؟ تعال نشوف. لو انت عوضت بارقام نفس الاشاره، يعني قلت ايه؟ قلت ابسوليوت مثلا ل 2 بلس 3، هيطلع بيساوي مين؟ هيطلع ده بيساوي 5. 5 اللي هي كام؟ اللي هي ابسوليوت 2 بلس ابسوليوت 3. طيب لو برضو نفس الاشاره تاني، لو قلت ايه؟ ابسوليوت نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 3 هيساوي ايه؟ ده هيساوي برضو ابسوليوت نيجاتيف 5 كابسوليوت تبقى 5. طيب مش ده ممكن نقول ان هو بيساوي ابسوليوت نيجاتيف 2 بلس ابسوليوت نيجاتيف 3؟ مظبوط. طيب امتى بقى تبقى اصغر من؟ لو الاشاره مختلفه. يعني لو قلت هنا مثلا معاك ابسوليوت 2 بلس 3، فهتلاقي دي كده بايه؟ بواحد، فدي كده واحد. خلاص ماشي. فهنا دي هتتفك تبقى ابسوليوت نيجاتيف 2 بلس ابسوليوت 3. بس انت متعرفش هنا هي ايكوال ولا لا. هي المفروض تبقى اصغر من. ليه؟ تعال نشوف. ابسوليوت النيجاتيف 2 ب 2، ابسوليوت ال 3 ب 3، يبقى 5. يبقى هنا دي 3 فالمجموع 5. طيب يبقى كده الواحد اصغر من 5، يبقى دي كده اصغر من. خلاص. طيب لو قلنا مثلا هي خلاص، هي لو اشاره زي بعض يعني بلس او ماينس الاتنين يبقى بيساوي. لو اشاره مختلفه احنا ادينا مثال عليها اهو، قلنا اللي هي لو النيجاتيف واحده بوزيتيف هتكتبها بالمنظر ده، فيبقى الواحد اقل من 5. ماشي. طيب بعد كده معاك إيه تاني؟ على العكس بقى، على الناحيه التانيه، لو انت كنت حطيت نيجاتيف جوه الابسوليوت للقاعده دي، يعني ايه؟ يعني لو قلت لك ابسوليوت اكس ماينس واي، دي هتبقى ايه مع ابسوليوت اكس ماينس ابسوليوت واي؟ عشان دماغك ما تحفظش كتير برضو، هي دي مش مهمه قوي، بس عشان دماغك ما تحفظش كتير انا هعوض بارقام. فاجرب هنا، اجرب ارقام اشاره مختلفه على طول عشان اجيب الايه؟ اللقطه. انا كده كده عارف ان هي ايكوال، في علامه ايكوال. طيب هل هي اكبر من ولا اصغر من؟ فهشوف. عوض ابسوليوت نيجاتيف 1 بلس او خليها هنا كده كده ماينس ابسوليوت نيجاتيف 1 مثلا ماينس نيجاتيف 2 بالمنظر ده. ماشي. فابسوليوت الاكس كده انا كده بقول هي انا مش عارف ايه اللي هيحصل لها مع ايه؟ مع ابسوليوت نيجاتيف 1 ماينس ابسوليوت للنيجاتيف 2. طيب هنا هتقول نيجاتيف 1 ماينس ماينس 2 يعني بلس 2، يعني كده ب 1 اهو. طيب هنا نيجاتيف 1 يطلع ب 1 ماينس ابسوليوت للنيجاتيف 2 يطلع ب 2، فده كده اصبح هيساوي نيجاتيف 1. طيب يبقى كده مين اللي اكبر؟ هتلاقي ان دي اللي اكبر بس بالمنظر ده، يبقى هي اكبر من او يساوي. او كان ممكن تجيبها على طول. تجيبها على طول ازاي؟ انت هنا قلت ان دي اكس بلس واي، فانت لما حطيت نيجاتيف انت عكست الاشاره. لما خليت دي نيجاتيف اعتبر ان انت عكست الاشاره. طيب فتعالى بعد كده مثلا زود صفحه كمان. ماشي.
لو قلت لك هنا ابسوليوت للاكس سكوير او روت الاول للاكس سكوير، دي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. قلت لك ايه؟ قلت لك ان انت هنا جوه الاكس ما ينفعش تحط حاجه نيجاتيف. يعني هنا ما ينفعش تحط حاجه نيجاتيف كده كده. ليه؟ لو حطيت السكوير هتشيلها. خلاص، انت جوه الروت ما ينفعش تحط حاجه نيجاتيف. طيب لو حطيت هنا جوه السكوير هتشيلها. فدي خلي بالك لازم تطلع بايه؟ بابسوليوت اكس. خلاص. وساعات في ناس بتستخدم الكلام ده قدام ان شاء الله في الديريفاتيف والانتجريشن. لو انت معاك ديريفاتيف لابسوليوت اكس ممكن تحولها بالمنظر ده، احولها لروت تحت اكس سكوير، لان الديريفاتيف بتاع دي يخنق شويه. خلاص. طيب تعالى بعد كده ناخد مثال على الكلام ده. لو قلت لك انت معاك هنا ابسوليوت اكس ماينس 3 بيساوي 2، في حاجه زي كده هتقول لي ايه؟ هتقول لي الحل بتاعها هتقسم الصفحه 2. خلاص. ليه؟ لان هنا معايا حلين. معاك حلين ازاي؟ رأيك فكر فيها كده. هتقول رقم ناقص 3 يديني 2، حد يقول لي 5. طيب، طب مش انا ممكن اقول لك الواحد؟ فكر كده فيها. 1 ناقص 3 هيديك -2. بس استنى، انت جوه الابسوليوت، يبقى لما تعملها ابسوليوت تطلع ب2. خلاص. يبقى هنا انت معاك حلين، فلازم لما تيجي تحل اي ابسوليوت كايكويجن تحلها ان انت تساويها ايه؟ تساويها مره بالبوزيتيف ومره بالنيجاتيف. ماشي كده؟ طيب تعالى نكمل اللي بعده. فانت هنا في المثال ده الاول هتساوي ايه؟ هتقول الاكس ماينس 3. خلاص، انت ممكن بقى تشيل الابسوليوت، بس انت لما تخرج الايكويشن دي من الابسوليوت لازم تقول ان هي ايه؟ اكس ماينس 3 كده بالمنظر ده بتساوي مره 2، ومعاك مره اكس ماينس 3 بتساوي نيجاتيف 2 بس. فهتودي 3 الناحيه التانيه، فهتقول كده ان الاكس بيساوي 5، الحل اللي احنا متعودين عليه. ليه؟ لاني خرجتها بالبوزيتيف. بس في حل لما تخرجها بالنيجاتيف. مش احنا قلنا الابسوليوت اكس لما كانت هنا اهي المنظر ده كده، قلنا ان هي ايه؟ ان هي معاك حاجتين اكس ونيجاتيف اكس. خلاص. فالنيجاتيف ده امتى؟ الحل التاني. فهنا انا حطيت نيجاتيف لدي على طول، اكني حطيت نيجاتيف للفانكشن دي كلها. خلاص. يعني انا بقول لك ايه؟ اكني بقول لك هنا نيجاتيف اكس ماينس 3 بيساوي 2. بس هم عشان يستسهلوا، عشان لقوا ايه؟ لقوا ان مش كل الايكويشنز سهله كده. لو في واحده يقول لك ايه؟ اكس سكوير بلس اكس باور 3، هنقعد نحط نيجاتيف لكل دول؟ لا، حط نيجاتيف للاجابه بس. خلاص. فبقت بالمنظر ده. ماشي كده؟ طيب، فتعالى بعد كده هتقول ايه؟ هتودي 3 الناحيه التانيه، فيبقى الاكس بيساوي كام؟ هتقول 3 بلس نيجاتيف 2 يبقى ايه؟ يبقى 1. المنظر ده. ماشي. بس كده. طيب تعالى بعد كده اللي بعده. لو انا قلت لك حاجه زي، هنزود هنا. ماشي. لو قلت لك ابسوليوت اكس بيساوي 1، ولو جيت هنا برضو قلت لك ابسوليوت اكس بيساوي نيجاتيف 4، وقف الفيديو هنا وحاول انت توصل للحل بتاع دول. الحل بتاع الاولانيه هنعتبر انك وقفت الفيديو. يعني الحل بتاع الاولانيه هنا زي ما قلت لك، هنا الاكس ممكن تطلع عادي برقم بوزيتيف ورقم نيجاتيف. ليه؟ لان انت هنا معاك حلين. لو انت دخلت الاكس دي بوزيتيف اور نيجاتيف 1 يطلع ب 1. فانت هنا هتقول كده ان انت معاك حلين، الاكس هيساوي بوزيتيف اور نيجاتيف 1 عادي خالص. ماشي. هنا بقى نيجي للمشكله. بص على الفكره دي، وعايزك تلمح، انا عايزك تبقى فنان في الحته دي. تشوف رسمه الابسوليوت اهي. رسمة الابسوليوت الرينج بتاعها يعني كل القيم بتاعت الواي بتاعتها في البوزيتيف، مفيش اي حاجة في النيجاتيف. طيب ازاي ابسوليوت اكس تطلع بنيجاتيف 4؟ فكده هتلاقي ان الاجابة ايه؟ الاجابة نو سولوشن. يعني كده دي نو سولوشن، او هتقول ان هي فاي. خلاص. يعني هنا هي ما عندهاش اي حل. تمام كده؟ طيب خلينا نشوف حاجة تاني. لو قلت لك هنا مثلا معاك ابسوليوت اكس ماينس 3 بيساوي ابسوليوت 3 ماينس اكس. طيب فكر في حاجة زي كده. الفكرة هنا انت قلت لي ايه؟ قلت لي انت ممكن تاخد النيجاتيف كومون فاكتور، ولما تاخد ابسوليوت للنيجاتيف زي ما عملنا يطلع بنيجاتيف 1 يطلع ب 1. يعني بص، هقول لك هنا ان دي كده بيساوي ابسوليوت نيجاتيف في اكس ماينس 3. صح ولا غلط؟ صح. ماشي. فده كده هيساوي ايه؟ ابسوليوت نيجاتيف 1 مثلا في ابسوليوت اكس ماينس 3. انا باخدها لك بالراحة خالص عادي، على كذا خطوة مش مشكلة، بالراحتنا. ماشي. طيب، فده هيطلع بواحد وده هيطلع بابسوليوت اكس ماينس 3.
فقواعد الابسوليوت او في الابسوليوت كده البروبرتيز بتاعتها لما تلاقي الفانكشن عموما، مش في الابسوليوت بس، لما تلاقي الفانكشن هي يعني انا بقول لك ان انت معاك اكس بيساوي اكس، بقول لك هي متحققه امتى؟ يعني بقول لك الكلام ده ينفع لاني اكس، لاي اكس. يعني ركز كده هنا، هتلاقي ان دي كده ابسوليوت اكس ماينس 3 بيساوي ابسوليوت اكس ماينس 3، اكني بقول لك ان اكس بيساوي اكس امتى تنفع؟ لكل اكس، يبقى فور اول اكس. خلاص. او ممكن حد يكتبها لك كده، يعني علامه الايه المقلوبه واكس. ماشي، علامه الايه المقلوبه دي هناخدها ان هي في الديسكريت ان شاء الله، لو خدت الديسكريت يعني هتلاقي ان هي ايه فور اول اكس. طيب، فبس كده ماشي. فانت هنا تكون فاهم الحته دي، ان انت لو عوضت حتى ايه، جرب عوضت بالزيرو يبقى نيجاتيف 3 بيساوي نيجاتيف 3 تحت الابسوليوت، عوضت بال1 يبقى 1 ماينس 3 يطلع بكام؟ انا بعوض في الحاجه ونفسها يا جماعه، انا بعمل ايه؟ انا بعوض في الحاجه ونفسها. فانت هتقول ايه؟ الاكس بواحد الاكس باتنين مش فارقه، هي خلاص. طيب تعال نشوف مثلا حاجه تاني زي كده. لو قلت لك ابسوليوت اكس ماينس 2 بيساوي اكس بلس 4، هتمشي عادي خالص، هتروح تقسم الصفحة 2، هتقول ايه؟ هتقول انت معاك هنا x ماينس 2 بيساوي x بلس 4، وهنا الاكس هتشال مع الاكس، فمش هتلاقي ان دي ليها حل اصلا. طيب تعال نشوف اللي بعده. هتقول ان x ماينس 2، وخلي بالك الكلام ده عادي عادي خالص انك ما تلاقيش حل، لان هنا في الحل البوزيتيف بقول لك ايه الحاجة اللي ادخلها ماينس 2 تطلع حاجة بلس 4، مش منطقي خالص. ماشي. هنا الاكس ماينس 2 هقول لك ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي نيجاتيف اكس بلس 4، يعني نيجاتيف اكس ماينس 4، وادي النيجاتيف الناحية التانية تبقى 2 اكس، وادي النيجاتيف 2 الناحية دي تبقى بيساوي ايه؟ يبقى بيساوي 2. خلاص كده، او بيساوي كده نيجاتيف 2. ماشي، يبقى انت معاك الاكس بيساوي كام؟ نيجاتيف 1. تعال نروح نتأكد. لو عوضت هنا بسالب 1 يبقى دي اصبحت بكام؟ بسالب 3 تحت الابسوليوت تبقى 3. عوضت هنا بسالب 1، سالب 1 زائد 4 يبقى 3، يبقى صح. طيب برضو حد تاني ممكن يشوفها من خلال الرسمة. ايه الرسمة بتاعتها؟ الابسوليوت بتاعت الاكس ماينس 2 هي رسمة عاملة كده، جاية عند ال 2 ورسمة 7 كده. عايز تعرف هتقطع هنا فين بالظبط؟ حط الايه الواي مثلا بزيرو. خلاص. او حط هنا الايه، حط هنا الاكس بزيرو، تطلع هنا عند ال 2. ماشي. طيب لو انت جيت عايز ترسم الاكس بلس 4 وتشوف هي قطعة امتى او قطعة فين، فهترسم الاكس بلس 4 عادي، هتقول ان هي اكس عادي بس زودت لها 4، يبقى تيجي هنا عند الأربعة هنا كده وترسم ايه خط كده بس. فهي تلاقيها قطعة مرة واحدة. القطعة المرة واحدة دي عارف فين؟ عند سالب 1. فبرضه دي معلومة، أنا عايزك تستوعب كل الكلام ده، عايزك تستوعب كده كل اللي بيحصل. إيه اللي بيحصل؟ إن أنت لما تساوي اتنين إيكويشنز ببعض، لما تساوي معادلتين ببعض، أنت ممكن تجيب الحل بتاعها من خلال الرسم، من خلال الرسم إن أنت ترسمهم بس. فلو رسمتهم هنا بكتشف إيه؟ بكتشف إن هما بيقطعوا عند سالب 1، اللي بيقطعوا فيه لما تساوي حاجتين ببعض هما دول اللي بيقطعوا فيه. بس طبعا ان احنا مش هنرجع لحل الرسم في حاجه زي كده، انا بقول لك اقسم الصفحه نصين عادي وحل كده وحل كده وهكذا بس. ماشي. تعالى اللي بعده. لو قلت لك حاجه مثلا زي، انت طبعا فاهم لو انا قلت لك ابسوليوت اكس في اكس ماينس 3 مثلا، دي هتساوي ايه؟ هتساوي كده ابسوليوت اكس في ابسوليوت اكس ماينس 3. ماشي. طيب لو انا جيت قلت لك انت معاك ابسوليوت اكس ماينس 3 بيساوي ابسوليوت 2 اكس ماينس 6، تحلها ازاي؟ هتيجي الاول تستخدم حركه ان انا ممكن اقدر افك. طيب تعال نشوف. فهتقول كده ان ابسوليوت اكس ماينس 3 هيساوي، تاخد ال2 بره، فهتبقى ابسوليوت ال2 بره اهي، يبقى اكس ماينس 3. فدي انت تقدر تكتبها ان هي 2 في ابسوليوت اكس ماينس 3. طيب معاك واحد من الحاجه دي، اكن معاك ايه؟ تفاحه وتفاحتين، فاكنك معاك من الحاجه دي واحد ومعاك من الحاجه دي اتنين، فهودي الاتنين الناحيه التانيه، فهتلاقي بعد كده ايه؟ يعني اكن مثلا دي كلها اسمها مثلا زد، معايا زد بيساوي 2 زد. ما تقسمش على الزد بالله عليك، هنا بلاش تقسم على الزد، خدها وديها الناحيه التانيه وخدها بايه؟ بالنيجاتيف يعني عادي. فهتقول زد ناقص 2 زد يطلع بسالب زد، اللي هي ايه؟ اللي هي نيجاتيف ابسوليوت اكس ماينس 3 بيساوي ايه؟ بيساوي 0.
خلاص. وبعد كده تحلها عادي، فهتلاقي بعد كده ان ابسوليوت اكس ماينس 3 بيساوي 0، فهتقول ان الاكس بيساوي ايه؟ بيساوي 3. ماشي. يعني بس كده تمام. طيب لو انا جيت قلت لك بعد كده معاك حاجه، نزود صفحه، معاك حاجه زي روت اكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 4، بعد كده بلس اكس بره الابسوليوت هنا وبيساوي 3. طيب حاجه زي كده تحلها ازاي؟ هنا فكر معايا كده، انت ممكن تعمل ايه؟ هنا انت هتلاقي ان دي، تعال نشوفها كده، هل دي مربع كامل ولا لا؟ انت لو خدت نص الكوفيشنت اللي عند الاكس وقسمته على 2 هتلاقي ان دي بقت اكس ماينس 2، فاصبحت ايه؟ اصبحت اكس سكوير صح، وهنا 2 صح، وهنا سالب الاول 2 في الاول في التاني صح. ماشي، يبقى دي عبارة عن اكس ماينس 2 سكوير تحت الروت. طيب بعد كده هنا معاك بلس اكس هيساوي 3. يبقى هنا انت لو ايه، لو خدت الروت كنسلته مع السكوير هيطلع ابسوليوت اكس ماينس 2. ودي الاكس دي الناحية التانية هتلاقي ان هي بيساوي 3 ماينس اكس. وارجع لحلك القديم، الحل القديم اللي هو مين؟ تقسم الصفحة نصين، تيجي هنا هتقول معاك اكس ماينس 3 او اكس ماينس 2، نرجع هتقول اكس ماينس 2 بيساوي ايه؟ 3 ماينس اكس، ومعاك هنا اكس ماينس 2 هتضرب نيجاتيف هنا فهيساوي ايه؟ هيساوي اكس ماينس 3. فدي ملهاش حل، الاكس بتروح مع الاكس فمش ملهاش حل، ملهاش معنى اصلا. هنا اكس ماينس 2 3 ماينس اكس هتودي الاكس الناحية التانية يبقى 2 اكس، وتودي ال 2 الناحية دي مع ال 3 تبقى 5، يبقى الاكس بيساوي 5 اوفر 2 بس. عايز بعد كده تيجي تتأكد ممكن تعوض ب 5 اوفر 2 هنا وتشوف هل فعلا ده كله بيساوي 3 ولا لأ، ممكن يعني. ماشي. طيب تعالى اللي بعده. لو انا قلت لك هنا معاك ابسوليوت 2x ماينس 6 وبعد كده ماينس ابسوليوت x ماينس 3، نفس الفكرة اللي فاتت بس هنا بقى سويتها لك بال 12 مثلا. طيب فحاجة زي كده تعمل ايه؟ مجرد ان انت هتاخد برضو ال 2 كومون فاكتور، فخلاص بقى ال 2 كومون فاكتور ابسوليوت ال 2 طلعها بره اهو 2، بعد كده x ماينس 3 حلو كده ماينس ابسوليوت x ماينس 3 هيساوي ال 12. يبقى انت كده معاك 2 من الحاجة ناقص 1 من الحاجة، يبقى الحاجة ذات نفسها بس كده ابسوليوت x ماينس 3 12. اقسم يا باشا نصين، يبقى انت معاك x ماينس 3 بيساوي 12، معاك x ماينس 3 بيساوي سالب 12. فهنا معاك ان الاكس بيساوي 15، وهنا معاك ان الاكس بيساوي كام؟ سالب 3 و12 يبقى سالب 9. ماشي. بس تمام كده. طيب فتعالى بقى نشوف حاجة تاني. هقول لك على حاجة، خلينا برضو نبص على فكرة ايه. انت فاهم طبعا الشيفتنج والترانزيشن والكلام ده، مجرد ان انا كان معايا الفانكشن الابسوليوت اكس، لو انا نقصت منها حاجة جوه اهو، لو هنا ماينس سي مثلا بلس بي، فهتلاقي هنا ايه اللي حاصل؟ هتلاقي ان الرسمة معاك كده عادي خالص، نقصت منها سي يبقى هنا هاجي عند السي اهو، عشان نقصت منها فهي ناحية اليمين، زودت عليها بي يبقى اطلع هنا عند البي اهو. فهتلاقي دي المحاور الجديدة بتاعتك، فهنا الاوريجن بتاعك اللي هو كان ايه؟ كان عند القفلة بتاعت السبعة، فهتلاقي ان هي رسمة عاملة كده. خلاص. طيب برضو معاك النيجاتيف ابسوليوت اكس، انت فاهم ان انت لو حطيت نيجاتيف جوه الاكس بتعكس على الواي اكسس صح؟ مش احنا قلنا الكلام ده اهو؟ لو انت معاك ابسوليوت للنيجاتيف اكس ايه اللي بيحصل؟ انت مجرد ان انت عكست على الواي اكسس تكتشف ان انت ما عملتش حاجه. ليه؟ ما هي دي لو اتعكست على الواي اكسس هي السبعه اهي، قلبتها بقت سبعه على الواي اكسس خلاص. طيب لكن النيجاتيف ابسوليوت اكس لما تحط نيجاتيف للفانكشن كلها يعني من بره كده عند الفانكشن انت بتعكسها على الاكس اكس خلاص، فهتلاقي ان دي اصبحت ايه؟ هتلاقي ان هي بدل ما كانت سبعه كده بالمنظر ده هتلاقيها اتقلبت كده. خلاص. حد هيقول لي انت دي ليه نيجاتيف اتعكست على الواي ودي ليه نيجاتيف اتعكست على الاكس؟ الفيديو اللي فات على طول، الفيديو اللي فات بتاعت الريفليكشن والكلام ده. ماشي، هو الفيديو اللي قبل اللي فات الفيديو التاني. تمام كده. طيب فبعد كده بقى تعالى نشوف لو عايزين نرسم حاجه زي مثلا ابسوليوت اكس وقلت لك هنا ماينس 4. فالفكره هنا ان انا هاجي ارسمها عادي، هتلاقي ايه اللي حاصل؟ ركز معايا. هتلاقي ان هي ابسوليوت اكس عادي اهي، بس نزلت شويه عند الاربعه تحت اهو.
عايز تجيب هي كمان قطعة فين وفين، هتساويها بالزيرو، فهتقول ان كده ابسوليوت اكس بيساوي الأربعة، يعني معاك ان الاكس بيساوي بوزيتيف ونيجاتيف أربعة. فهتلاقي قطع هنا كده عند الأربعة وقطع هنا عند السالب أربعة. حلو أوي. فممكن أنا أسألك برضو، أنا عايز لو قلت لك إيه، لو قلت لك هنا ابسوليوت اكس ماينس فور، وقلت لك هنا هي امتى أكبر من الزيرو، أو قلت لك بس هي ابسوليوت اكس ماينس فور خلاص امتى أكبر من الزيرو، هنيجي بقى هنا ازاي تستخدم الانيكواليتيز في حل الابسوليوت فاليو فانكشن. ماشي. الانيكواليتي ان انت اكنك بتشوف الحاجه دي اصغر منه ولا اكبر منه ولا الكلام ده كله. طيب هنا انا هجيبها لك بس من ناحيه الرسم تفهم المعنى. ابسوليوت اكس ماينس 4 اكبر من او بيساوي الزيرو امتى؟ اهي ابسوليوت اكس ماينس 4، فعايز اشوف امتى النتائج بتاعتها اكبر من او بتساوي الزيرو. اهي ادي واحده، الحته دي كده والحته دي كده، يعني بعد الاربعه، بص، بعد الاربعه وقبل السالب اربعه، بعد الأربعة وقبل السالب أربعة. طب لو قلت لك هنا أبسوليوت إكس ماينس فور أصغر من الزيرو، بقول لك هي إمتى أصغر من الصفر؟ هتقول لي هي يا باشا أهي الحتة دي أهي. عايز أقول لك الكلام ده مهم جدا. تعالى بقى الكلام ده هنبني عليه كل حاجة. طيب بص بقى كده، لو أنا قلت لك أنت معاك أول واحدة، لو قلت لك إن أنت معاك أبسوليوت إكس أكبر من أو بيساوي لإيه، ساعتها تعمل إيه؟ ساعتها دي هتتقسم برضو لحلين، مش هي الإيكواليتي قسمها لحلين. طيب فهتلاقي اول واحده ان معاك ان الاكس اكبر من او بيساوي الايه، وهتلاقي ان الاكس اصغر من نيجاتيف ايه. خلاص. وهي لو هنا بيساوي هتلاقي هنا بيساوي وهنا بيساوي عادي. تمام. تعال نتاكد. انا قلت لك ابسوليوت اكس ماينس 4 اكبر من او بيساوي الزيرو، لقيتها فين؟ لما لقيتها فوق بيساوي الزيرو يعني اكبر من الزيرو، لقيتها فوق بعد الاربعه، بعد الايه، قبل السالب اربعه، قبل السالب ايه. الايه دي هي مين؟ الايه دي هي الاربعه مثلا، رقم زي الاربعه. فبالتالي انت دي كان ممكن تكتبها ازاي؟ انت دي كان ممكن تكتبها ابسوليوت اكس وادي النيجاتيف 4 الناحيه التانيه اكبر من او بيساوي الفور. فهي دي اللي انا عملته هنا اهو. قلت ايه؟ قلت ان اكس اكبر من او بيساوي الاربعه، اكس اصغر من او بيساوي الاربعه، من الرسمه اهي. خلاص. قبل السالب 4 بالبوزيتيف وبعد الاربعه بالبوزيتيف. طيب تعال نشوف القاعده التانيه. هقول لك ان انت معاك ابسوليوت اكس اصغر من او بيساوي الايه، فهتقول لي برضو دي متقسمه لحاجتين. ماشي. تحب نجيبها كده على طول ولا تحب نجيبها من الفكره دي؟ تعال نجيبها من الفكره دي. هقول لك هنا ايه، انا قلت لك هنا ان هي اصغر من او بيساوي اللي هي الحته دي كده، اعتبرها اصغر من. ماشي. فهتقول ابسوليوت اكس اصغر من الاربعه، او اللي هي اصلا اصغر من الزيرو، اللي هي انهي حته، اللي هي تحت اهي، اللي هي بين السالب 4 والاربعه. فعلى طول اول ما تشوف حاجه بالمنظر ده بلاش الفكره بتاعت الاتنين دي، انت ممكن على طول تقول ان الاكس هنا ما بين حاجتين، ما بين النيجاتيف ايه والايه. بس. فده لو انت عايز تجيبها من الرسمه اهي، ودي الناس معظم الناس بتحفظها يعني. ماشي. بس فانت عشان ما تلخبطش نفسك انا بعتبر على طول لما اقول ابسوليوت اكس اكبر مثلا من 3، هي الفكره بتاعت اكبر من او يساوي، الحته بتاعت يساوي في الجزئين بتحلها بنفس الطريقه لو هي مش بتساوي. يعني ايه؟ يعني لو انا شلت لك دي كده هتحلها عادي خالص، تبقى هي بس مجرد ان انت هتشيل دي وهتشيل دي. خلاص. فهو لو كان بيسالك مثلا على الدومين هنا هتشيل النقطه بس، النقطه نفسها مش موجوده، زي فكره الايه، الدومين يعني اللي احنا كنا بنحله عادي خالص. طيب فهنا انت مجرد هتقول ايه، هتقول كده دي متقسمه حاجتين، ان الاكس اكبر من 3 والاكس اصغر من نيجاتيف 3 وتحل. طيب فلو قلت لك هنا ابسوليوت اكس اصغر من 3، الابسوليوت كلها اصغر من 3، هتعمل ايه؟ هتقول لي هنا ان الاكس كده ما بين حاجتين، ما بين ال 3 والنيجاتيف 3. يا باشا الموضوع صعب عليك، قول ابسوليوت اكس ماينس 3 اصغر من الزيرو. خبي دي خبي دي، انت بتعرف ترسم. تمام. تيجي هنا تحت اهو تعمل كده. تحت ليه؟ الابسوليوت فاليو عملت لها ماينس 3 نزلتها لتحت عشان هي بره الفانكشن. انا عايز الجزء اللي اصغر من الزيرو اهو، الجزء ده بص اهو. على طول دماغك هتترجم ان هي ما بين النيجاتيف 3 وال 3. خلاص. بس حاول اي حاجه معقده على نفسك اكيد ليها طريقه سهله. تمام في الكلام ده. ماشي. طيب انا اخر جزئيه قبل ما ندي بس امثله على الكلام ده.
عايز اتكلم عليها هي ايه؟ هي برضو شويه شيفتنج في الفانكشن كده. ماشي. طيب انا ممكن الاول برضو ايه ناخد كام مثال على الكلام ده، بعد كده نشوف الشيفت والحاجات دي. لو انا قلت لك انت في الاول معاك ابسوليوت 2x minus 3 اكبر من ال 2، حاجه زي كده، هتحل حلك الطبيعي خالص. ممكن تقسم كمان الصفحه نصين اللي انت عايزه. هتقول هنا معاك 2x minus 3 اكبر من ال 2، وهنا معاك 2x minus 3 اصغر من نيجاتيف 2. طيب فهتقولوا كده 2x minus 3 اكبر من السالب، هتروح الناحيه التانيه يبقى 5، يبقى الاكس اكبر من 5 على 2. خلاص هنا 2x minus 3 هتودي التلاته الناحيه التانيه تبقى 1 يبقى اصغر من 1، يبقى اكس اصغر من نص. بس حابب ترسمها ارسمها مش مشكله، بس ساعات في الرسم الحاجات دي مبتبقاش واضحه، فانا فهمتك الموضوع ماشي ازاي من ناحيه ايه الحلين. ماشي. تعالى اللي بعده. لو قلت لك معاك هنا بقى تاني absolute 2x minus 3 اصغر من ال 2. فهنا لما بتلاقي ان هي ذات نفسها الحاجه الابسوليوت اصغر، فبتقول ان هي كده ايه، انت كده كده معاك الاولانيه اللي هي الاساسيه اللي هي البوزيتيف اهي، اللي هي 2x minus 3 اصغر من الاثنين، ومعاك الحل التاني لما تحط لها نيجاتيف تتعكس اهي، اتعكست، وهنا ايه السالب 2. خلاص كده بس. ماشي. فهنا هتيجي تحلها بقى، دي تحلها ازاي؟ بص، انت دي مجرد ان انت هتزود رقم على كل الاطراف، فهنا هي ماينس 3 عايز اخلص منها، يبقى زود هنا 3 وزود هنا 3 وزود هنا 3، يبقى لما ازود هنا 3 يبقى دي 1 اهي. بعد كده معاك 2 اكس، بعد كده معاك ايه، لما تزود هنا 3 يبقى كام، يبقى 5. نفس الفكره بتاعت السؤال اللي فات، بس الفرق في ايه، ان انا غيرت العلامه يعني بدلتها مش اكتر. ماشي. فالاكس ما بين كام وكام، اقسم يا باشا على الاثنين، بقسم على الاثنين بقسم في كل الاطراف، بقسم على الواحد بقسم على الاكس بقسم على الخمسه، يبقى 1 على 2 5 على 2. فالاكس ما بين الانترفال دي بالنسبه ان هي تبقى اصغر من الاثنين هناك ابسوليوت بس. طب تعالى اللي بعده. لو قلت لك هنا معاك 1 اوفر ابسوليوت 2x ماينس 1، حلو السؤال ده. ماشي. وبقول لك ان هي اكبر من او بتساوي الاربعه. هو عادي، هو بسيط، هو مش حاجه معقده قوي. انت ودي ده هنا وطلع ده الناحيه التانيه، فهتلاقي ان 1 على 4 خلاص اكبر من او بيساوي الايه الابسوليوت 2x ماينس 1. طيب الشكل ده احنا خدناه، الشكل ده اللي هو انت مجرد ان انت ايه، لو عايز تجيب دي الناحيه دي الناحيه التانيه برضه مش فارقه خلاص. يعني لو عايز عشان انت برضه ما تلخبطش نفسك، عايز تعملها على الشكل ده، الحاجه القريبه لفهمك اهي بالمنظر ده كده، وحلها على المنظر ده. فهتقول كده 2x ماينس 1 كده ما بين ايه، ما بين الربع واصغر من السالب ربع بس. هتزود واحد في الطرفين وتقسم على اتنين في الطرفين، فتعالى لو زودت واحد اهو يبقى 2x ما بين الكام والكام، هتزود واحد تبقى دي 5 على 4. ماشي. هتنقص واحد تبقى كام، تبقى سالب 5 على 4. هتقسم على الاتنين يبقى سالب 5 على 8، هنا الإكس، وهنا تبقى كام، تبقى 5 على 8. ماشي. طيب تعالى ناخد مثال تاني. لو قلت لك معاك حاجة زي إيه، زي إكس على أبسوليوت إكس ماينس 4. ماشي. حاجة زي كده أنا ممكن أقول لك هتلاقي الدومين مثلا. فانت هنا عشان تجيب الدومين الحته دي بتعمل ايه، انت معاك الدومين 3 حاجات يا ريس، ايه هما، روت تحتيه حاجه الحاجه اكبر من او بتساوي الزيرو، واحد على الحاجه دي بيساوي الحاجه دي بزيرو وشيلها من الدومين. طيب لوج الحاجه دي هناخدها ان شاء الله في فيديو ايه الاكسبوننشال واللوغاريتمك. طيب فدي القاعده الثانيه او الفكره الثانيه اللي هي ايه، 1 اوفر 0 ما ينفعش ده يساوي الزيرو. خلاص قول يا باشا كده اهو ابسوليوت اكس ماينس 4 ايكوال 0، كده ايكوال 0. يبقى انت معاك ابسوليوت اكس، يبقى كده الاكس بيساوي ايه، بوزيتيف اور نيجاتيف 4. يبقى انا هنا عندي مشكله عند الاربعه، يبقى انت ممكن تقول ان الدومين عادي هنا بيساوي الار كلها، وهتنقص منها ايه، نقص منها كده السالب 4 والاربعه كمجموعه، بس فيها ايه، فيها النقطتين دول بس. ماشي. يعني دي كده ست مش انترفال. تمام. بس كده. طيب لو انا قلت لك حاجه زي روت 3 ماينس ابسوليوت اكس، بقول لك هتلاقي الدومين، هتقول لي هنا الدومين اهو،
هتقول ايه؟ هتقول كده ان 3 ماينس ابسوليوت اكس اكبر من او بيساوي الزيرو. يعني كده ايه؟ يعني كده ال 3 اكبر من او بيساوي الابسوليوت اكس. عايز تكتبها زي ما انت عايز ماشي، عايز تكتبها كده على طول هنا هتقول عادي اكس اصغر ايه اصغر من ال 3 واكبر من النيجاتيف 3. خلاص، هي اكني ايه؟ اكني قلبت دول وعملت علامتين عادي. بس يستحسن انك تخليها ايه العكس عشان تبقى ايه، يبقى الناحيه التانيه البوزيتيف يعني. بيبقى مع الفهم بتحس ان ده كده الاحسن او للدماغ يعني، مش عارف ليه. ماشي بس. فهي بالمنظر ده تمام كده. طيب فانت كده معاك ايه؟ معاك ان الاكس محصوره بين الحاجتين دول. لو عديت الكلام ده يبقى في مشكله. طب تعالى نجرب. انا بقول لك هنا الاكس ما بين النيجاتيف 3 وال 3. جرب الاربعه يا باشا. هتقول 3 ناقص 4 سالب 1 تحت الروت، وقعنا في مشكله. خلاص. فهنا روت تحتيه نيجاتيف مشكله، عشان كده من ايه نحاول نتغاضى عنها. ماشي. بس تعالى اللي بعده. هنا بقى يعني تعالى بس هيتكلم عن حته بسيطه ويعتبر كده ايه. خلاص مفيش تاني يعني. هتكلم بس عن حته بسيطه في الرسم. هي حته مش عليك قوي، او مش عليك، هي حته مش مشهوره. خلاص. مش كل الناس بتقولها او مش معروفه قوي. تعالى نتكلم عليها ونشوف. ان انا اقول لك انا هعمل ابسوليوت للاف اوف اكس. تمام. وان انا اقول لك انا هعمل ايه؟ اف ابسوليوت اكس. ماشي. طيب لو انا قلت لك انا هعمل ابسوليوت للفانكشن كلها تفرق لو انا هعمل الفانكشن بعد كده جواها ابسوليوت اكس. طيب عايزك تركز معايا ونشوف الفرق. يعني مثلا لو رسمت لك فانكشن زي كده، حاجه عامله بالمنظر ده، او خليها لتحت شويه عشان الموضوع يبان. خليها حاجه عامله كده. تمام. طيب الفكره هنا ان دي بقول لك ان دي الفانكشن بتاعتي كلها. طيب فانت عملت ايه؟ انت عملت لها ابسوليوت، يعني خليت الجزء النيجاتيف ده اللي تحت ده اهو، خلاص الجزء ده بالمنظر ده يطلع لفوق، فبقت عامله كده، والجزء ده كده اتشال. فدي الرسمه بتاعتك الجديده اهي، دي الجديده كده. طيب لو انا عملت الاف جواها ابسوليوت اكس، بص بقى معناها ايه؟ معناها ان انا وانا هنا دخلت 2 هيطلع اف اوف 2. لو انا هنا دخلت نيجاتيف 2 هيطلع مين؟ هيطلع اف اوف ابسوليوت للنيجاتيف 2. فهيطلع دي بايه؟ باف اوف 2 برضه. خلاص كده. فهنا دي معلومه مهمه. انا لقيت البوزيتيف بتاع الفانكشن، البوزيتيف 2 هي النيجاتيف 2. يعني ايه؟ يعني لقيت ان ال 2 هي النيجاتيف 2 جوه الفانكشن دي، ولقيت ان ال 3 هي النيجاتيف 3 وكل حاجه. طب تعال نشوف. فلو انا قلت لك بقى الاف بتاعتي حاجه مثلا عامله كده، بص اهي واقفه هنا بالمنظر ده. خلاص. طيب فهتلاقي بعد كده ايه اللي حاصل؟ هتلاقي ان انت عملت ابسوليوت اكس للفانكشن دي. يعني انت معاك ايه؟ معاك قيمه ال2 هي قيمه النيجاتيف 2. تمام. قيمه ال3 هي قيمه النيجاتيف 3. طب ازاي بقى؟ سهل قوي. هتشيل كل الجزء الشمال ده الغيه، وترسم الرسمه بتاعتك من جديد اهي بالمنظر ده. فاصبح معاك لما تعمل فانكشن جواها الابسوليوت، انت هتخلي الجزء اليمين عادي زيه الشمال بالظبط. خلاص. طب تاني الحته دي. لو انا معايا رسمه زي كده، فليكن خلينا نقول رسمه معينه، مثلا بقول لك هنا ايه. آه هي خلي بالك هو الموضوع بيبقى واضح قوي من ناحيه الشيفت. يعني انا لو قلت لك هنا اف وابسوليوت اكس. ماشي. عايزين حاجه بالمنظر ده. يعني مثلا الفانكشن بتاعتي كل اللي انا بعمله فيها ان انا بزود واحد، فبقول لك ابسوليوت اكس كده بلس 1. فايه اللي انا عملته هنا؟ انا مجرد ان انا كده بدل ما هي كانت هنا انا نقلتها. بس الموضوع مش هيبان في الحته دي. هو هيبان امتى؟ لما يكون مثلا معاك فانكشن زي مثلا اكس سكوير ماينس 1. هتلاقي ان هي بادئه من هنا. بس هي الفكره في الاكس سكوير ان هي كلها سيمتريك اصلا. طيب خلينا نشوف مثلا حاجه زي الاكس باور 3. الاكس باور 3 عامله كده. لو انت رحت عملت ابسوليوت جوه الاكس، بص بقى الفانكشن جواها الابسوليوت اهي، دي هتبقى ازاي هنا اهي؟ ابسوليوت الاكس باور 3. طب استنى بقى. ابسوليوت الاكس ازاي باور 3؟ عادي
هتمشي بالمبدأ ده. تمام. معاك الابسوليوت اكس، عملت لها باور 3، الاكس باور 3 اهي بالمنظر ده. لما تعملها ابسوليوت، بس الابسوليوت جوه الفانكشن مش براها، يبقى الجزء اليمين هو الجزء الشمال اهو، وشيل ده يا باشا. حلو كده. طيب ممكن تعرفها ازاي؟ عوض بارقام. لما اعوض بالواحد او اعوض بالاتنين، اعوض بالاتنين هنا، 2 باور 3 يطلع مثلا بكام؟ ب8 اهي هنا 8. هتعوض بسالب 2، سالب 2 باور 3 يطلع برضه ب8. طب اهو نيجاتيف 2، النيجاتيف 2 ابسوليوت 2 باور 3 يطلع ب8. عارف الحته دي خطيره قوي، ان هي عملت لك ايه؟ حولت لك الاود فانكشن ليفن اصلا. ليه؟ لما خدت لها الابسوليوت، بس خدت لها الابسوليوت جوه مين؟ جوه الفانكشنز نفسها. خلاص. فيعني الحته دي ممكن نتلعب عليها هي كسؤال او كفكره يعني، بس مش مشهوره قوي. تمام. طيب خلينا ناخد اخر فكره. ممكن ان انا اديك رسمتين واقول لك انا عايز المساحه اللي ما بينهم. يعني مثلا لو قلت لك معاك الفانكشن اف اوف اكس هتساوي ايه؟ هتساوي ابسوليوت اكس ماينس 3 بلس 2. وبقول لك معاك الفانكشن جي اوف اكس، بقول لك ان هي بتساوي ابسوليوت او الاول 4 ماينس ابسوليوت اكس ماينس 3. فبقول لك انا عايز المساحه اللي بين الكيرفين دول. حد ممكن يعملها بالرسم على طول، وحد ممكن يعملها بالالجبرا. احنا هنعملها بالاثنين عشان برضو ايه، نشوف ده متفق مع ده ازاي. فانت هتيجي هنا اهو، معاك ابسوليوت اكس ماينس 3، انت عملت لها شيفت نيجاتيف 3 بالمنظر ده كده على اليمين، وبلس 2. يعني هنا كده اهو، عند مين؟ عند ال 3 وعند ال 2. وهترسم الرسمه بتاعتك عادي. عايز تعرف هي قطعه فين هنا؟ هتقول ان هي هتساوي ده بالزيرو، يبقى 3 زائد 2 يبقى 5، يبقى هي قطعه هنا عند الخمسة. طيب ماشي. لو قلت لك 4 ماينس ابسوليوت اكس ماينس 3، فانت كده معاك ابسوليوت اكس ماينس 3، عملت لها نيجاتيف وزودت ايه؟ زودت عليها 4. يبقى هاجي هنا عند الايه؟ عند الاربعه كده، حته دي كده بالمنظر ده، الاربعه اللي انا ما بينهم هنا. وهعمل ايه؟ هرسمها، وبرده الفيرتكس بتاعتها عند الايه؟ عند الثلاثه. يعني هي هتبقى كده اهي بالمنظر ده، وهتيجي هنا. خلاص. طيب عايزين نعرف هي قطعه فين. ممكن لو عايز تعرف عادي، بس هي مش هتهمني هي قطعه فين هنا دلوقتي. طيب احنا كل اللي يهمنا ان احنا عشان نجيب الاريا عايزين نعرف الحته دي بكام والحته دي بكام. خلاص. انا كده كده عارف ان دي ب2 وعارف ان دي بكام؟ ب5. خلاص كده. او لا، الفيرتكس هنا عندها بالاربعه، دي كده عند الاربعه، يبقى دي كده عند ال2 ودي عند ال4. يعني تحس ان ده مربع، المربع ده المساحه الطول بتاعه كده دي ب2. عايزين نعرف العرض بتاعه ده بكام. طيب العرض بتاعه ده نجيبه ازاي؟ لو انا رحت فكره الانترسكشن، لو انا رحت سويت الكيرفين ببعض هجيب النقطتين دول. فهقول هنا معاك ايه؟ هتقول معاك ابسوليوت اكس ماينس 3 بلس 2 هيساوي ال4 ماينس ابسوليوت اكس ماينس 3. فهتودي الابسوليوت اكس ماينس 3 الناحيه التانيه، فيبقى 2 ابسوليوت اكس ماينس 3 هيساوي ايه؟ ودي ال2 الناحيه دي، يبقى هيساوي 2. يبقى الابسوليوت اكس ماينس 3 بيساوي 1. يبقى كده انت معاك حلين. اول حل ان الاكس ماينس 3 بيساوي 1، وهنا هتلاقي ان الاكس بيساوي الاربعة اللي هي اول نقطة هنا، الاربعة. وهتلاقي ان اكس ماينس 3 بيساوي السالب 1، فكده الاكس بيساوي 2. فهتلاقي دي عند الاتنين، يبقى المسافة اللي بالعرض هي كمان 2. يبقى 2 في 2 ب4. يبقى انا كده جبت الاريا عادي. الاريا هنا هيساوي ايه؟ فهنا بقى نيجي نكمل، هنحسب بقى المساحة بتاعت الحتة دي. فهنا انا ممكن اقول ان هي يعتبر الجزء ده، في الجزء ده كده ان انا هجيب ايه؟ اكني بجيب الدايجونال في الدايجونال، يعني اكني بجيب القطر ده والقطر ده. خلاص. يعني مثلا لو قلت ايه؟ لو قلت نص في 2 في 2 هيساوي ايه؟ هيساوي 2. دي فكرة. ممكن كمان تجيبها بطريقة ايه؟ ان انت تقسمها مثلثين. انت معاك المثلث ده كده اهو، ماشي، ومعاك المثلث ده، معاك المثلث ده ومعاك المثلث ده، ماشي. طيب فبالنسبة للمثلث ده هتلاقي ان الطول بتاعه هنا 1 والعرض بتاعه 2، فيبقى نص في 2 في 1 يبقى 1. فهتلاقي دي مساحته 1 وهتلاقي دي مساحته 1، فيطلع ايه؟ مجموعهم 2 برضه. فدي كفكرة يعني، ماشي. بس فتعالى بقى ايه، تعالى نلخص كل اللي قلناه بسرعة كده. هنتكلم على سمري.
فاول حاجه احنا اتكلمنا عليها الابسوليوت فاليو فانكشن. انت رسمتها تعرفها ازاي؟ ماشي. اتكلمنا عليها ان انت تعرف ان هي حاجتين، ان هي اكس ونيجاتيف اكس. هنا اكس اكبر من الزيرو او بيساويه، هنا اكس اصغر من الزيرو. تمام. اتكلمنا على افكار الدومين، اتكلمنا على افكار الشيفتنج. خلاص انت معاك هنا افكار الدومين، ممكن يدخل لك الابسوليوت اكس جوه فكره الدومين، اللي هي مثلا واحد على الحاجه دي، او معاك روت الحاجه دي، الفكرتين دول. او ممكن بعد كده لوج، بس ده قدام. طيب برضو تكون عارف الرسومات بتاعتها، رسمة الابسوليوت. ماشي. البروبرتيز بتاعتها ان انت تكون عارف ان الابسوليوت اكس كده كده على طول هي اكبر من الزيرو او بيساويه لو الاكس بزيرو. طيب معاك مثلا ابسوليوت اكس، لو قلت لك اكبر من الايه فهتقول كده ان الاكس اكبر من الايه، الاكس اصغر من نيجاتيف ايه. لو قلت لك ان الابسوليوت اكس اصغر من الايه، كده الاكس اصغر من الايه ما بين الايه وما بين النيجاتيف ايه. فكرة المثلث، لو قلت لك هنا ابسوليوت اكس بلس واي اصغر من او بيساوي الابسوليوت اكس بلس ابسوليوت الواي. لو قلت لك معاك ابسوليوت اكس واي ممكن تقول ان هي كده ابسوليوت اكس ابسوليوت واي. ماشي. وخدنا طبعا امثله على كل الافكار دي وعلى الرسومات بتاعتها، وازاي برضو اخر نقطه اتكلمنا عليها بتاعت ايه، الابسوليوت للفانكشنز ذات نفسها، ولما تعمل ابسوليوت جوه الفانكشن. خلي بالك، خلاص اي حاجه تلخبطك عوض بارقام. واحنا ممكن نعمل ان شاء الله قدام فيديو عن الاله هنتكلم فيه ازاي تعوض برضو بارقام. بيبقى عندك حاجه في الاله كده اسمها ايه، مود ايكويشن او مود شيفت مود تيبل. تمام. بتبقى رقم 7 تقريبا، بتبقى شيفت مود تيبل تقريبا رقم 7 على ما اعتقد. ماشي. فهتلاقي ان انت معاك ممكن تدخل ارقام وتمشي خطوات. يعني مثلا هدخل فانكشن بكذا اللي هي مثلا ابسوليوت اكس، وامشي بخطوات وازود كل خطوه مثلا واحد او اتنين او كده، وهيظهر لك ايه، نقط. فالنقط دي يعتبر هي النقط دي بتبقى عمود كده، هنتكلم عليها وقتها، دي الدومين ودي الرينج. خلاص بيبقى بالمنظر ده. فبس كده يا شباب، وان شاء الله بقى نتقابل الفيديو الجاي، وسلام.